قبل ما امشي من الجامعه جبت لكم روتين ممكن يخليك تذاكر لاكتر من 15 ساعه لو طبقت الحاجه اللي انا هقولك عليها تعملها وتنظم ازاي. بس الطريقه دي هتنفع مع الكل، خصوصا الناس اللي مراكمه مواد او الناس اللي لسه مبدأش دراسه، الناس اللي لسه خايفه متوتره ومفيش وقت وكورسات والحصص وده مضيع اليوم وانا مش لاقي وقت حرفيا اقعد اذاكر. انا عايزه اذاكر بس انا مش لاقي وقت. طيب ولو جبت لك الحل تشترك في القناة. طيب انتي قلتي من 10 ل 15 ساعة مذاكرة، ازاي؟ هقولك. لو انت فعلا حابب انك تذاكر من 10 ل 15 ساعة هتطبق الروتين ده وبس. طيب اعمل ايه؟ هتنام من الساعة 8 للساعة 3 بس، وتقعد من الساعة 3 للساعة 12 الظهر تذاكر. طيب كده حوالي كام ساعة؟ كده 10 ساعات حرفيا هينفعوك اول 10 او 15 ساعة، خصوصا لو كملت، لو كان عندك طاقة وكملت بقى الواحدة واثنين وثلاثة واربعة لو انت الايام عندك فاضية. اما لو الايام عندك مش فاضية فاعتقد انك هتذاكر 10 ساعات بس. طبعا 10 ساعات ده وقت كبير جدا، حرفيا وقت كبير جدا لو انت نظمته صح. طيب هو انا ممكن امشي على النظام ده لاخر السنة؟ انا واحدة مشيت عليه لاخر السنة وكان كويس جدا، كنت بحل كتير بسبب النظام ده، كنت بوفر وقت كبير جدا علشان مثلا افهم دي احفظ دي اعرف دي، فكان في عندي وقت. يعني مذاكرتك من 3 ل 12 حلوة جدا. طيب انا اديتك روتين ممكن يوفر لك لاكتر من 10 ساعات وتوصل ل 15 ساعة لو انت بجد خلاص خدت الموضوع بجد وعايز ترمي المتراكم وتذاكر اللي لسه واخده عشان ما تراكمش اكتر فاكتر. علشان كده الوقت ده ملكك، تصرف فيه حسب ما انت عندك مواد متراكمة، مواد عايزة تتذاكر، مواد عايز تذاكرها النهاردة، مواد كانت امبارح عايز، اتصرف براحتك، هيكون عندك الروتين ده. طيب بس ما هتطبق الروتين ده وهتشوف النتيجة. لو قدرت تخلص كمية كبيرة فامشي عليه فترة محدودة، لو مثلا هو بالنسبة لك متعب بس انت هتتعود. طيب انا من هعرف هتعرف تلم حاجات كتير. صدقني لو طبقت الروتين ده هتعرف تلم حاجات كتير. وبس كده اتمنى يكون الروتين ده يعجب ناس كتيرة ويكون المنقذ لناس كتيرة في الوقت ده، خصوصا ان في ناس كتير عندها تراكمات وناس كتيرة خايفة من التراكمات، وفي ناس مقتنعة ان هي طالما مش مظبطة من الاول فهي مش هتعرف تظبط اللي جاي. فانا احب اقول لك طبق الروتين ده وانت هتظبط الاول والتاني والتالت. وبس كده اتمنى يكون الفيديو مفيد. ليك. لو الفيديو مفيد ليك ما تنساش تتابعني وتشترك في القناه وتدوس لايك عشان يوصل لك اي معلومات اي نصايح جديده. باي.